يعني أندية تكتل سبب دمار الرياضة الكويتية، هذا أمر يمكن مبالغ فيه شوي. أنا ما أدري شنو جريمة أندية تكتل، إلا إذا كان الأمر يتعلق في وصول أشخاص في الاتحادات. نعم أنا أقر في هذا الأمر، نعم في خلل، لكن هذا الخلل مو بس في أندية تكتل، يعني أغلب الأندية أو النظام العام في الرياضة الكويتية للأسف الشديد مو بس في وصول مرشحين للاتحادات، هناك لها اعتبارات. اللي عنده أعداد في الجمعيات العمومية، هذا الأمر مو بس يوصل لهم اتحادات، هذا قاعد يوصل لهم ياخذون مدربين، ياخذون مشرفين، ياخذون موظفين في الأندية. نعم صحيح إذا كانت هذه الجزئية الخلافية أنا أيد، نعم الاختيارات ما هي جيدة، لكن ما نلوم الأندية بقدر ما نلوم من وضع هذه اللوائح. يجب التشديد على معايير اختيار المرشحين في الاتحادات الرياضية وحتى الموظفين في الأندية الرياضية. شوف أنا مو قاعد أدافع عن أشخاص، أنا قاعد أدافع عن قضية أنا مقتنع فيها. متى ما كان هناك رأي مغاير ويتم إقناعي فيه، والله بكل تأكيد راح أقتنع وأقول رأيي بكل سهولة. لكن للأسف الشديد أنا قاعد، هذه قناعاتي يعني للعلم ما تغيرت من تكلمت في هالقوانين. أعتقد أن هذه القوانين جاءت لإقصاء مجاميع معينة أو أشخاص معينة، وهذا الأمر واضح للجميع مو بس كلامي، يعني الكل يدري بهذا الموضوع. الملف الرياضي تسيس من 2007، دخلنا في متاهات، دخلنا في مشاكل. للأسف الشديد الإخوان في مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة في السابق أول حين ما عندهم إلمام وتفاصيل في القوانين والتنظيمات الرياضية إلا ما رحم الله، يمكن شخصين أو ثلاثة، لكن التجارب أثبتت أن هذه القوانين دائما كانت تتعارض. طبعا في بعض الأمور كان في حل للأندية وهذا خطأ، وحذرنا منه وتكلمنا، لكن سبحان الله مع الوقت كل الكلام اللي كنا نقوله أثبتت صحته لغاية حتى القوانين الأخيرة اللي كنا نقول أنها تتعارض وكان الجانب الحكومي يأكد أنها ما تعارض، بالنهاية تم إلغائها. فهذا تأكيد على وجهة نظر.